عندك مشكلة انه الناس اللي حواليك الخمسة ستة اللي متعودين دايما يطبلوا لك على كل حاجة صح غلط اي حاجة من الحاجات دي، فانت متعود تسمع ده، فبقى عندك احساس بالذاتية انه ما ينفعش حد ينتقدك. فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي انا. الناس الحرة اللي دمها حر، اللي اتربت في بيوت، اللي عارفة قيمة شغلها كويس، مش هتعمل كده. هطلع اقول لحضرتك يا فندم انت كنت هنا صح، انت كنت هنا غلط. الموضوع بسيط جدا بالنسبه للي زينا، ايا كان حجمهم، ايا كان اماكنهم، اماكن تواجدهم. هفضل طول الوقت مشفق على كل اعلامي فاتح الهوا ومطقطق دماغه، واصل سيادتك يا سعاده المستشار، اصله ما ينفعش يا سياده المستشار، اصله حضرتك انا زعلان لك، مش زعلان لك، زعلان عليك، انا اسف عشان اختار بس التعبير المناسب. النهارده كان بيتكلم اخ مرتضى منصور فقال لك ايه؟ انتوا بتقلهوا محمود الخطيب. لا، انت عندك مشكله، انت ما تعرفش ان ده اسمه تقدير واحترام، لانه الخطيب بقيمته بغض النظر عن انه دلوقتي رئيس النادي الاهلي، بقيمته عمر ما لسانه ما شتم حد، اتعرض لنقد ابشع ما يكون، عمره ما اتكلم في حق حد بره في الجلسات في حق حد وحش. لسانه بينقط سكر شهد. شوف بقى بالتعبير البلدي ده لو تعرف توصل له، وهو سهل بالنسبه لك. فالقصه باختصار شديد ده اسمه حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب، انما ينتقد ويظل ينتقد وبيسمع للنقد، فما تقارنش نفسك بالكابتن محمود الخطيب من فضلك، لان القصه واضحه وصريحه. ده تقدير مش تأليه. التأليه ده حضرتك تعرفه من الناس اللي بتطبل لك طول الوقت. مجلس الوطني لتنظيم الاعلام لحد امتى؟ واحنا عارفين ان حضراتكم قامات كبيره. لحد امتى هتحطوا ايديكم جوه الرياضه وجوه الاعلام الرياضي؟ لحد امتى؟ ده التلفزيون الدولي، ده التلفزيون الرسمي للدوله. التلفزيون الرسمي للدوله. نص مصر امبارح اتشتمت في تلفزيون الدوله. هل انتوا موافقين على ده؟ انا متاكد ان انتوا مش موافقين، بس علشان انا متاكد ان انتوا مش موافقين والناس يبقى عندها اليقين ده، لانه باختصار شديد انا هكلمكم بلغه ولاد جيلي من اللي هم من 15 سنه لحد سني 33 و34 وما فوق. الناس بقت بتشوف المشهد وحش في حق بلدنا، انه شخص بعينه بيشتم في الناس كلها ومفيش اي اجراء. حضرتك فيديو ناري جدا 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 من ابراهيم فايق، الراجل المحترم ابن الاصول، الراجل اللي بيفهم. ابراهيم فايق مرمط وهز